International Council supporting fair trade and human rights. سيد الرئيس، لم تعترف أي دولة عضو في الأمم المتحدة رسميا بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، فإن الوضع في إقليم الصحراء لا يتمتع بالحكم الذاتي ويخضع للاحتلال المغربي ويقاومه سكان الصحراء، الأمر الذي يفرض بأن يضع مجلسكم الموقر تدابير مستقلة وموثوقة لضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان في ظل استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم الصحراء الغربية، ولا سيما فيما يتعلق بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. سيد الرئيس، من المفترض أن المملكة المغربية التي نناقش تقريرها اليوم أن تسهل عمل البعثات الخاصة في الصحراء ومخيمات اللاجئين بالقرب من تندوف، وبات من الضروري أن ترصد المفوضية السامية لحقوق الإنسان استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم الصحراء الغربية غير المتمتع بالحكم الذاتي والإفراج عن السجناء والمعتقلين الصحراويين في السجون المغربية، فإن عشرات الآلاف من الصحراويين المدنيين قد نزحوا وفروا من تلك المناطق جراء الملاحقات والانتهاكات ضد الإنسانية بأشكالها التي ترتكبها السلطات المغربية ضد الصحراويين الأصليين عندما تمارس التعذيب وجرائم الاغتيال والاغتصاب والمحاكمات الصورية في حق الصحراويين الأبرياء. الزيارات الخاصة المتتالية إلى الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين حول التندوف هي لم تحرز أي تقدم بشأن هذه القضية، وندعو المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى استئناف تلك الزيارات على أساس منتظم وإلى تطوير التعاون التقني مع اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان. السيد الرئيس، الشعب الصحراوي ينتظر ممارسة حقه الغير قابل في التصرف في تقرير مصيره والاستقلال إلى جمهورية عربية صحراوية مستقلة، فإن سلطة الاحتلال المغربي تواصل نهب الثروات والموارد الطبيعية للإقليم بصورة غير مشروعة، وينبغي على المجلس أن يولي اهتماما أكبر لحالة حقوق الإنسان في الصحراء وإعطاء الشعب حقه في تقرير مصيره وإلى إعلان دولته. شكرا السيد الرئيس.